يا مساء الهنا والسرور عليكم. طبعا أتمنى قبل ما أبدأ الحلقة بتاعت النهاردة، خاصة أنا كانت موضوع مهم هو موضوع النرجسي. والحلقة بتاعتنا النهاردة مميزة لأن احنا هنعرف النرجسي، وهنقول للي مخطوبة تاخدي بالك ازاي ان خطيبك ده ممكن يبقى فيه بعض النرجسية. وللي متجوزة برضو هنعرفها يعني ايه زوج نرجسي. تمام. اتمنى بس اللي بيسمعني تشرفوني بالضغط على اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس عشان توصلوا معانا لكل جديد ونكبر القناة مع بعض. الحلقة النهاردة مهمة من أولها لآخرها، وأنا هحاول ما أطولش إن شاء الله. طيب، أول حاجة يعني إيه نرجسي؟ النرجسي ده نوع من أنواع، أو النرجسية هي نوع من أنواع اضطراب في الشخصية. بيجي من إيه الاضطراب ده؟ بيجي من حاجتين: يا إما جين وراثي، وهتلاقيه يا إما الأب نرجسي أو الأم نرجسية، في خلل هنا موروث، وجاي برضو من الشق التاني اللي هو خلل في التربية. بحسس الطفل انه مميز قوي، او انه لازم يبقى مميز قوي. ده يجي من التعنيف او يجي من التدليل. يعني ايه؟ يعني يبقى عندي ابني بعنف فيه، سي طلع التاني، اول ما يجي يقول لي ما تبسطش انت طلعت التاني، ما طلعتش الاول ليه؟ فهو يترسخ في عقله الباطن ان هو لازم يبقى بيرفكت الاول على طول في كل حاجة، ومن هنا تبتدي النرجسية عنده تتحرك جواه. تمام. او التدليل الزائد اللي هو افضل امجد فيه واقول له انت مفيش حد زيك، ده انت احلى واحد، ده انت احسن واحد، ده انت اشطر واحد. هو الذات عنده تتضخم، فيبتدي يحس ان نرجسيته تطغى عليه قوي. تمام. فناخد بالنا لو احنا بنربي من النقطتين دول مهمين قوي. تمام. عايزين نلم الموضوع من كل الجوانب. لو احنا بنربي، لو احنا في اول الطريق مرتبطين، لو حد مخطوب، لو حد متجوز. تمام. خلاص، يبقى عرفنا نرجسية وقلنا ايه هي بتيجي مني. طيب، الزوج بقى النرجسي قبل ما يبقى زوجك انتي بترتبطي بيه. حلو الكلام. طيب، اسمعيه بقى كويس قوي وركزي في اللي هقوله ده. في بعض الملامح لازم تاخدي بالك منها لو اللي انتي مرتبطة بيه او اللي انتي مخطوباله نرجسي. تمام. اول حاجة هتلاقيه يبقى لسه عارفك من اسبوع، من يوم، من حاجة قريبة جدا، ويعني بيصفك بصفات هو لسه ما عرفكيش قوي. تمام. بس هو خلاص انتي عجبتيه، فتلاقيه بيحبك بطريقة انتي ملاك، انتي ما فيش زيك. معقولة؟ هو انتي، انا كنت خلاص يأست ان انا الاقي بنت زيك كده. ايه ده؟ انا حاسه ان انا اعرفك من 10 سنين. انا في اوفر كده في العلاقة، مش واخد الموضوع واحدة واحدة. تمام. طبعا لما بيبقى حد واخد الموضوع بالراحة، حتى هو بيحب الحب ده بيتدرج. مفيش حد يعني بيحب كده من الاخر يعني. خلاص، يبقى اول حاجة هيأفور جدا في التعبير عن حبه. تمام. تاني حاجة هتلاقيه منمق جدا في الكلام، يعني مركز قوي هو بيقولك ايه. دايما بيقول كلام مفهوش غلطة، كلام حلو، بيعبر عن نفسه بطريقة حلوة قوي. غير انه منمق في الكلام، منمق في اختياره للأماكن اللي بيخرجك فيها، عايز يخرجك في أماكن حلوة. منمق في لبسه جدا. طبعا مش كل واحد منمق في لبسه، لا احنا نجمع الحاجات دي مع بعض عشان تقدري تحكمي على الشخص ده فيه نرجسية ولا لا. تالت حاجة بقى، ودي مهمة جدا 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 للمخطوبين والمرتبطين، هتلاقيه عايز يجري بسرعة في العلاقة. يعني ايه؟ يعني انتوا مخطوبين، هو بيعاملك على انكم متجوزين. يعني عايز يكسر الحدود بتاعة الخطوبة اللي بينكم. لا، وبيسرع بقى، عايز يمسك ايدك، عايز يقرب، وانتي تحاولي تعترضي او تحاولي تقولي له. بيقولك ده انا فكرة، ده من حبي ليكي، انتي مراتي، انا انتي ليه كده؟ ويبتدي ايه يعني، وكأنك تلامي على انك يعني مش متجاوبة معاه، وكأنك المفروض لا خلاص يعني تتأملي له 100% عشان هو يعني بيحبك جدا بقى. يعني والكلام اللي هو عمال يقوله لك يعني لاف بامبنج كبيره انتي داخله جواها، ويعني خلاص بقى اتبنكتي. تمام. 3 حاجات مهمين تاخدي بالك منهم. في بقى حاجه رابعه، احنا قلنا عاده النرجسي هيبقى يا مامته يا باباه، في الغالب لازم بيبقى حد منهم نرجسي ان ما كانوش الاتنين. تمام.
فهتاخدي بالك انه الاب ده او الام واحد فيهم هو دائما يعني عايز يرضيه، وحتى لو حصل سوء تفاهم او حصل حاجة ما دايما مطلوب منك انك ترضيهم. ودايما هو بيعمل كل ما في وسعه وانتي معاه بيجبرك تعملي ده لإرضائهم. ولو حصل حاجة زعلتك ما بيقبلش كلام في الموضوع ده، يعني بيقفل الموضوع قلبا وقالبا، رغم انه لو حصل العكس سي مثلا خلاف مع مامتك او اختك او كده، لا هو بيدوس جدا وبيعبر عن الخلاف وبيعترض وبيطلب منك انك تنصريه، لكن العكس غير مسموح وغير مقبول. 4 حاجات مهمين قوي لكل مخطوبة تاخد بالها منها جدا. انا يعني بقولك اهم العلامات عشان ما اطولش في الفيديو. طيب ما اخدتيش بالك، حلو الكلام، واتجوزتي خلاص، في حاجتين، يا اما النرجسي ده خفي يا اما ظاهر. احنا النهارده بنتكلم عن الخفي في الغالب، لان الظاهر ده بياخد وقت وبياخد سنين على ما الزوجه بتفهم اللي معاها ده نرجسي ولا لا. لو هو زوجك نرجسي هتلاقيه بعد بقى اللي عمله ايام الخطوبه واللاف بومبنج الجامده دي، هتحسي ان هو يعني بيديكي كومنتات كده، حاجات بقى مش عاجباه على طول يعني. يعني ودايما عايز يخليكي زي ما هو عايز، يعني لبسك مش عاجبني، صاحبتك هيجي عند صحابك، خرجتي مثلا او يعرف ان ليكي صاحبه قريبه ايام الخطوبه كان عارف، يبتدي يقولك مش مرتاح لها، فيها حاجه غلط، يشككك بقى في نفسك وفي صحابك. طبعا الحساسيه المفرطه اللي عندهم هتاخدي بالك منها، لانه هيبتدي لو اي حد من اهلك عمل حاجه بطريقه عفويه هتلاقيه عملها قصه كبيره وموضوع وخلاف، وانتي بالنسبه لك شايفاها يعني او عارفه ان اللي قدامك ده مش قصده وانها حاجه عاديه او ده هزار عادي. طبعا هم عندهم الحساسيه واي حاجه بيفهموها انها اهانه وعلى كرامتهم هيعملها مشكله كبيره جدا. تمام. طيب في علامات تانية للزوج النرجسي. طبعا الزوج النرجسي هتلاقيه دايما بيحب ولاده جدا جدا. انتي هتحسي ان هو ايه يعني، كل اب بيحب ولاده بس النرجسي بيحبهم زيادة. تمام. حاجة تانية عليكي انتي هيعلقلك على حاجات معينة، لا البيت مش نظيف، يعني دايما كده هيهزك. لا انتي مالك ايه، في ايه بتحكي صوتك عالي كده ليه؟ لا انتي مالك طريقتك في الكلام ايه ده ما كنتيش كده على فكرة، هيشككك في نفسك. لا على فكرة انا لا انتي كنتي بصورة وانا شايفك بصورة تانية خالص دلوقتي. هتبتدي تشكي في نفسك كده والارض تتهز من حواليكي. هتلاقي برضو الزوج النرجسي في فترات يعني قريب منك جدا وحنين وحبوب وعايز يخرجك ويفسحك، وشوية كمان هتلاقيه بعيد ساكت مع نفسه، انتي مش فاهمة هو فيه ايه. تمام. هو على فكرة بيعمل الموضوع ده يعني اوتوماتيك كده. ليه؟ عشان انتي يعني يعمل لك حالة بلبلة، انتي بتبقي تايهة من هو بيحبني ولا ما بيحبنيش. هو الحقيقة يعني هو بيحب اللي انتي بتديهوله، لكن هو النرجسي عموما بيحب نفسه بس، وطبعا ولاده بعد كده، لكن انتي بالنسبة له هو بيحب اللي انتي بتديهوله، ومع ذلك هو بيدمنك، بتبقي ادمان زي ما انتي بتدمنيه هو كمان بيدمنك على فكرة. عشان كده هو صعب جدا ان هو يسيب الشريكة اللي معاه. تمام. طب انا اخر حاجة بس عايزة اقولها في الفيديو ده، هل النرجسي ده زي ما طالع كده الدنيا عمالة تقول النرجسي ده حاجة وحشة قوي؟ لا، مش كل النرجسيين وحشين. في نرجسيين ينفع تكملي معاهم، لان النرجسي احنا قلنا قبل كده ان هو واثق من نفسه ناجح، اغلبهم يعني واثق من نفسه ناجح وبيوصلوا لحتت حلوة في الحياة. زي ما قلت في الفيديو اللي فات، لو فهمتيه ولو عرفتي تعامليه هتبقي بيرفكت. تمام. وهنعمل حلقة ازاي تتعاملي مع النرجسي عشان ما اطولش عليكم في الحلقة دي وانتي مرتاحة ومش واعصابك تعبانة. اهم حاجة تفهمي اللي معاكي ده نرجسي ولا لا، وده هدف الحلقة النهاردة. اتمنى تكون النهاردة اللقاء عجبكم، ومع موضوعات جديدة ان شاء الله المرة الجاية.